سلام، جبت لكم وصفه سهله مهله ديال الباكيت. الا بقى لكم ما تبقاوش تلوحوا هاد المره هذه، ديروا بحالي انا. يلا تشوفوا معايا. خديت هنا اي نوع ديال الفرماج عندكم، اي نوع ديال لاكريم عندكم. انا عندي الفرماج فيه شويه ديال التوابل. درت عليه شويه ديال لاكريم فريش. ضفت عليه هنا الفرماج المثلث. نتوما تقدروا ديروا فرماج مثلث مع الفرماج كيري مع فيلادلفيا اللي حبيتو، اللي متوفر عندكم، مع الموتزاريلا اللي حبيتو اللي متوفر عندكم ديروه. زدت عليه شويه ديال المليحه. هنايا ضفت شويه ديال زيت الزيتون هكا باش زعما يكون عندي صحي. خديت الباكيت قسمته على زوج، دهنت به هذيك الخلطه اللي درت، الخلطه جالوطه اللي درتها. المهم نتوما خلطوا وجلطوا داكشي اللي عندكم في الثلاجه بلا ما تعذبوا راسكم تمشيو تشريو. هنا درت شويه ديال الكاشير. عندكم طون، عندكم تونه، عندكم طوماط سوريز، عندكم طوماط العادي، عندكم الكفته، عندكم اللي حبيتو. المهم الفكره هي هذه، ما تلوحوش الباكيت، ما تضيعوا حتى شي حاجه. زدت الجزء الاخر عندي هنا واحد الميني كروفيتات، شويه ديال الكروفيت. حتى هما درتهم، حطيتهم هكا كما كتشوفوا. تقدروا ديروا في بلاصتهم تونه يعني لو طون، وديروا عليه الفرماج محكوك. هو الصراحه بيني وبينكم الفرماج المحكوك هو اللي كيصرع، كيجي بنين بزاف. سخنت الفران ودخلته الفران وخليته حتى بان لي هذاك الفرماج داب مزيان وقال ولا كيتعلق في الخبز. وخرجوا بالصحه والراحه، الصراحه جاو زوينين بزاف. صلوا على